حرب كبيرة بتحصل بين العصابات، والخلاف اللي بينهم بيخلي فيها عمليات قتل كتير بتحصل، ولكن بتتولى واحدة من ضباط الشرطة القضية، وبتكون مهمتها انها تكشف فساد العصابات دي وتقبض على زعيمهم. وبيبدأ فيلمنا مع جابرييل، واللي بيكون موجود عند قبر مراته ألكسندرا في ذكرى عيد ميلادها، وبيكون واضح جدا انه مفتقدها قوي. وبعد ما بيخلص بيروح يقابل صديقه جلين، وبيتكلموا عن اتفاق مع الروس على عملية مهمة جدا وهتكون ضربة لأي عصابة تانية. لكن جلين بيكون خايف من رجل العصابات مكسيكي اسمه لويس، وبيكون قلقان انه يتدخل في العملية دي ويبوظها. وبيتكلم جابرييل عن رئيسهم وصديقه أرنولد، وبيكون جلين عايز المهمة دي تخلص بأسرع وأنظف طريقة، ولكن جابرييل بيطمنه بيقول له ان المهمة هتخلص زي ما هم عايزين. وهنا بقى بننتقل لكارلوس، وبنشوف كارلوس وهو داخل مقر العصابة المكسيكية عند لويس، ولكنه قبل ما يدخل بيسيب المسدس بتاعه بره، وبيكون خفيف الجرايد اللي معاه علشان لما رجالة لويس تفتشه ما تلاقيش معاه حاجة. ولما بيقعد كارلوس مع لويس بيحاول انه يسخنه على ارنولد، وبيقول له انه هيبيعه في اي لحظة، بالذات لانه مش امريكي زيه. ولكن لما بيلاقي ان كارلوس الكلام مش جايب معاه نتيجة بيطرده من المكان. فبيقوم كارلوس ولكنه مش بيمشي، وبياخد مسدسه اللي كان مخبيه، وبيحصل اشتباك بينه وبين رجالة لويس، ولكنه بعد ما بيقتلهم بيضرب لويس عليه نار، بس المسدس بتاعه بتكون طلقاته خلصت، علشان كده بيودعوا كارلوس وبيقتله. وفي الوقت ده بيكون الضابط كوشك ومعاه الضابط فانيسا، واللي بيكونوا بيراقبوا بيت لويس لانهم عارفين انه شخص خارج عن القانون. وبيفضل كوشك يغزل في فانيسا وبيهنيها ان النهارده عيد ميلادها. وهنا بنلاحظ رعشه في ايد فانيسا ومش بنكون عارفين سببها ايه. واثناء ما هم قاعدين في العربيه بيلاحظوا خروج شخص من بيت لويس، وبيكون ده كارلوس، واللي بيطلع قنبله من شنطه العربيه بتاعته وبيحطها في بيت لويس، وبيخرج يركب عربيته علشان يمشي. وهنا بتحس فانيسا ان في حاجه غلط بتحصل، فبتروح ناحيه البيت، وفجاه القنبله بتنفجر، ولكن فانيسا بتكون اصابتها بسيطه. وفي الوقت ده بيجي 2 شرطيين غير كوشك وفانيسا، وبيبلغوهم ان هم هيتولوا القضيه من هنا. وبتمشي فانيسا وهي متعصبه جدا. وفي الوقت ده بننتقل لارنولد، وبيكون جابرييل وكارلوس واقفين قدامه، وبيبلغوا جابرييل ان كارلوس خلص مهمة لويس بنجاح. وبيكون واضح جدا ان ارنولد شخص هادي جدا، لانه بيقول لجابرييل ان لويس هو اللي رفض التفاوض وكان لازم تكون دي نهايته. ولما بيقول له كارلوس ان كان في شرطيين موجودين وراه النهارده بيؤمر ارنولد انه يخلص منهم وما يسيبش وراه اي اثر. فبيقول جابرييل لارنولد ان هو اللي هيتولى الموضوع ده، وفعلا بيطلب من كارلوس انه يجيب له عناوين المحققين دي في اسرع وقت. وبعدها بنروح لفانيسا في تدريب الكاراتيه بتاعها، وبتكون بتتمرن مع مدربها جيم، واللي كان ضابط سابق اصلا معاها، وبيتكلم معاها جيم عن الرعشه اللي في ايديها، وبنعرف ان ده كان بسبب وجودها في حرب افغانستان. والناحيه الثانيه بيكون جابرييل وكارلوس وصلوا لمكان بيت كوشك، وبيكون جابرييل عارف انه عايش لوحده، فعلى طول بيروح للبيت عنده وبيخبط على الباب. واول ما بيفتح له كوشك بيكون كارلوس دخل البيت ووقف جنبه، وبيضربه بطلقه في دماغه وبتقتله، وبيقطعوا جثته وبيحطها في شنطتهم علشان يخلصوا من اي اثر وراهم. ولما بيمشي جابرييل وبيروح على البيت بنشوف انه بيكون متاثر جدا بموت مراته، وبيفضل ماسك صورتها وهو حزين على موتها. واثناء ما كارلوس ماشي بالعربيه بتوصل له كل المعلومات اللي عايز يعرفها عن فانيسا، وعلى طول بيجمع رجالته وبيقفوا قدام بيتها بالليل، وبينزلوا من العربيه علشان ينزلوا لعمليتهم. ولكن بتحس فانيسا بدخول حد للبيت، علشان كده بتمسك مسدسها وبتروح عند الباب. وهنا في واحد بيفتح وبيفاجئ فانيسا بضرب نار عليها، ولكن بتستخبى وبتقدر انها تباغته وبتقتله. وبيبدا الرجاله هجومهم على فانيسا، ولكن فانيسا بتكون محترفه جدا، تقدر تتخلص منهم واحد ورا التاني لحد ما بتضرب واحد منهم في رجله. ولما بتروح ناحيته بيطلب منها ما تضربش، وانه لينر ظابط معاها في الشرطه. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيقتلوا كارلوس علشان ما يعترفش عليهم. وهنا بتاخد فانيسا عربيتها وبتهرب بيها. وتاني يوم بيكلم كارلوس جابرييل وبيقول له انه فشل في المهمه. ولما بيبلغ جابرييل ارنولد باللي حصل بيتعصب جدا وبيقول له انه لازم يخلص الموضوع ده بنفسه. والناحيه الثانيه بتروح فانيسا لظابط اسمه ديلي، ولما بتحكي له اللي حصل بيقول لها انه عرف كل حاجه، وان الدنيا كلها مقلوبه عليها دلوقتي، كمان ان الحل الوحيد انها تروح معاه لاسم الشرطه علشان تكون في امان. ولكن فانيسا مش بتكون واثقه فيه بعد اللي سمعته من لينر، علشان كده بتهدده انه يبعد عنها
وبتنزل من العربيه بسرعه. وهنا بنكتشف ان كان عندها حق وان دي لي شرطي فاسد اصلا، وبيكلم كارلوس يقول له على اللي حصل. ولما بيساله اذا كان عارف مكانها بيقول له انها كانت شاكه فيه، ولكن كارلوس بيأمره انه يجيب له مكانها في اسرع وقت. بعدها بيروح كارلوس يقابل جابرييل اللي بيقول له انه لازم يخلص من ديلي، وده قبل ما يكشفهم. ولكن كارلوس بيقول له انه بارع جدا في التجسس وهو اللي هيقدر يجيب لهم مكان فانيسا. والناحيه الثانيه فانيسا بتوصل لبيت كوشيك من غير ما حد يشوفها، وهناك بتلاقي اثار لطرقات ناريه تفهم ان العصابه قتلته. فبتحزن جدا وبتروح لجيم المدرب بتاعها علشان يساعدها، وبتطلب منه انه يدور على اي معلومات عن كارلوس. وبيعرفوا انه ضابط سابق في الجيش وبينصحها تهرب لانه شخص خطير جدا. ولكن فانيسا بترفض وبتخطط ازاي توقعه علشان يجي لحد عندها وتقتله. وفي الوقت ده بيكون جابرييل قاعد بيقرا ملف فانيسا، وبيعرف انها محترفه فنون قتاليه وانها شرطيه ممتازه وليها انجازات كبيره جدا كمان. وبيكون تاريخ ميلادها هو 2 ابريل، وده بيكون نفس تاريخ ميلاد مراته. ولما بيكمل جابرييل قرايه في الملف بتفكروا فانيسا بمراته ألكسندرا، وبيمسك صورتها وسلسلة مراته. والناحية التانية بتكون مرات أرنولد قاعدة معاه وبتكلمه عن معاملته مع جابرييل، وبتقول له ما ينساش إنه يبقى صاحبه قبل ما يكون شخص بيشتغل معاه. وفي الوقت ده بيدخل 2 مسلحين عليهم وبيفتحوا النار على أرنولد ومراته، وبتتصاب مراته إصابات خطيرة جدا. ولكن أرنولد بيحمي نفسه وبيمسك الرشاش بتاعه وبيقوم يقتل ال2 وهو مصاب. وبعد شوية بيعرف جابرييل اللي حصل لأرنولد، وعلى طول بيروح له على المستشفى. وبيعرف من جلين ان مرات أرنولد ماتت في العمليات وما قدروش يلحقوها. فبيحزن جابرييل جدا لما بيسمع الخبر ده، وبيدخل لأرنولد وبيلاقيه هو كمان مصاب. فبيقول له على اللي حصل، فبيحاول جابرييل انه يهديه. وبعد فترة بيدخل عليهم كارلوس وبيقول لأرنولد ان اكيد رجالة لويس هم اللي عملوا كده علشان ينتقموا لرئيسهم. ولكن أرنولد بيقول له لا، وان اللي عمل كده رئيس عصابة روسي اسمه فالادي، وبيكون مصمم على رأيه. ولما بيقول له جابرييل ان قتل فالادي هيضايق جلين لانهم اصدقاء، بيقول له أرنولد انه مش مهتم وانه لازم يجيب حق اللي قتل مراته اصلا. فبينفذوا الاوامر وبيروحوا هما الاتنين للمكان اللي فيه فالادي، وبيكون كارلوس مستني جابرييل تحت. وبيطلع جابرييل لفالادي ومن غير تفاهم بيقتل الحارس اللي واقف على الباب، وبيدخل على فالادي وبيقتله. ولما بيحاول الحارس اللي واقف مع كارلوس انه يتحرك بيقتله كارلوس، وبيجمعوا جثثهم وبيحرقوها. وبعد ما بيخلصوا مهمتهم بيكلموا أرنولد وبيبلغوه ان كل حاجه تمام. وهنا بيفكرهم بالشرطيه فانيسا وان هم لازم يخلصوا منها في اسرع وقت. وفي الوقت ده بيروح جابرييل للقبر بتاع مراته وبياخد بقاياها وبيمشي من المكان، وبيكون واضح جدا انه ناوي على حاجه معينه. وبالليل بيوصل كارلوس هو ورجالته لبيت فانيسا، ولكنها بتكون عامله حسابها ان ده هيحصل، وعلشان كده بتكون محضره اسلحتها وبتحاول انها تقاوم هجومهم عليها. لحد ما فجاه بيظهر جابرييل وبيقف قدامها وبيطلب منها تركب بسرعه. وطبعا فانيسا بتكون متردده، ولكن ما بيكونش في حل تاني قدامها. وهنا بيكلم كارلوس جابرييل وبيساله عن اللي بيعمله، ولكن جابرييل بيقفل الخط ومش بيسمع له. يروح مكلم أرنولد وبيقول له انه بيستقيل ومش هيكمل معاه. فبيقول له أرنولد ان محدش بيمشي بمزاجه، وان لازم علشان يمشي يسمح له هو بده. ولما بيسأله عن فانيسا بيقول له جابرييل انها معاه وهتفضل معاه، وبيطلب منه ينساهم هما الاتنين ومحدش فيهم هيأذيه. وبيوصل جابرييل بيته هو وفانيسا وبيحكي لها عن مراته، بيقول لها انه كان هربان بيها في جنوب افريقيا ولانها كانت مريضه ماتت وهم هناك، ولما رجع ملقاش حد غير أرنولد قبله وشغله معاه. وبيطمنها ان بيته يعتبر قلعه حصينه وانه ضد الرصاص وكمان ضد الحريق. فبيقول لها انها هناك هتكون في امان تام. وهنا بتكون فانيسا مستغربه جدا وبتقول لجابرييل ان هي شرطيه وهو مجرم، ولكن بيقول لها ان دلوقتي بقى هدفهم وعدوهم شخص واحد وهو أرنولد. وبيطلب منها تجهز نفسها لان دلوقتي اكيد أرنولد مش هيسكت وهيهجم عليهم. وفعلا أرنولد في الوقت ده بيطلب من كارلوس انه يتخلص منهم هما الاتنين، ولكن كارلوس بيكون رافض تماما وبيقول له انه جابرييل صديقه وشريكه. فهنا أرنولد بيقول له انه خانه وبيحمي الشرطيه اللي ممكن تقضي عليهم كلهم، وبيأمره انه ينفذ الاوامر. وبالليل بتوصل مجموعه من الرجاله ولكن كارلوس مش بيكون من ضمنهم، وبيكون جابرييل شايفهم في الكاميرات، وعلشان كده بيخرج لهم وبيقول لهم ان فعلا فانيسا عنده، وعلشان يسلمها لهم عنده شرط يمشي من قدام البيت.
ولما بيحس ان الرجاله اطمنت بيطلع مسدسه وبيبدا يقتل فيهم، وبتكون فانيسا واقفه من فوق بتساعده في قتل الباقي لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. تاني يوم الصبح بتيجي مجموعه تانيه ولكن بيكون كارلوس معاهم، وبيعرف جابرييل انه اخد اذن من ارنولد انه يتكلم معاه 5 دقايق من غير عنف. فبيدخل كارلوس لبيت جابرييل وبيحاول انه يقنعه يرجع لصوابه ويرجع معاهم لانه فعلا بيحبه ومش عايز يقتله، ولكن جابرييل مش بيوافق، ولما بيحس بغدر من كارلوس بيضربه بطلقه في رقبته. وبيفضل جابرييل واقف بيشوف كارلوس وهو بيموت قدامه، وبعدها بيخرج يبص من الشباك وبيشوف ان دي اللي معاه مجموعه من الرجاله، وبيطلب منهم جابرييل ان هم يمشوا لانه مش عايز يقتل حد فيهم، ولكن ديلي بيكون عايز يكون الزعيم وبيقول لهم ان اللي هيروح فيهم هيقتله بنفسه. وهنا جابرييل بيضربه بالنار وبيقتله، وبتبدا المعركه بين جابرييل وبين رجاله ديلي اللي بيحسوا بالخطر وبيعملوا هجوم قوي جدا على جابرييل، وبتكون فانيسا واقفه معاه وبتساعده على قتلهم، ولكن العصابه بتزرع قنبله على باب البيت وانفجارها بيقع على فانيسا على الارض، ولكن بتقف مره تانيه وبتشتبك مع افراد العصابه وبتقدر انها تتعامل معاه باحترافيه عاليه، وبيقتل جابرييل واحد ورا التاني، وحتى في التعامل بالايد بيكون جابرييل محترف وبيخلص عليهم كلهم. وبيطلب جابرييل من فانيسا انها تنزل في البانيو اللي ضد التفجير ده، وبيخرج هو الباقي افراد العصابه، وبيفضل جابرييل ماشي علشان يوصل للناس اللي بتضرب بالمدفع الرشاش على البيت عنده، لحد ما فعلا بيقدر يوصل لهم وبيمسك رشاشه وبيموت منهم ناس كتير جدا. وحتى فانيسا بتخرج من البانيو وبتقتل واحد كان طالع بيدور عليها، وفي الاخر بيكون جابرييل وفانيسا قدروا ان هم يقتلوهم كلهم. والناحيه التانيه عند ارنولد بنكتشف ان توقعه كان غلط، لان رجاله لويس كانوا هم اللي فعلا هجموا عليه هو ومراته، ولان المحاوله الاولى ما ماتتش فيها بيجي واحد تاني، ولكن المره دي بيضرب ارنولد اكتر من طلقه في صدره وبيقتله. وبيكون جابرييل واقف جنب فانيسا ومش عارف هم داخلين على ايه، ولكنه بيدي فانيسا سلسله مراته الكسندرا علشان تحتفظ بيها، وكمان بيطلب منها ما تفرطش فيها خالص، فبتبص له فانيسا وبتضحك، ولكن جابرييل بيرجع لجنوب افريقيا مره تانيه وبيكون ماسك الزهريه اللي فيها رفات مراته وبيرميه في مكان هناك، وقبل ما يمشي بيودعها علشان يكمل طريقه. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. سلام.